شاهد ملخص مباراة تونس وقطر اليوم في بطولة كأس العرب، والتي حسمها نسور قرطاج بثلاثية نظيفة 3-0 في أداء قوي ومسيطر من المنتخب التونسي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في يوم جديد هو اليوم الختامي لدور المجموعات في المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب قطر 2025. هنا نحن وإياكم مع مباراة حاسمة في هذه الجولة تجمع بين المنتخبين القطري والتونسي في ساد البيت في الخور، حيث ينتظر الجميع قمة عربية بأتم معنى الكلمة وتنافسية كبيرة من أجل بطاقتي العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد أن حصل المنتخب الفلسطيني على نتيجة. محمد علي بن رمضان، سيف الدين الجزيري، فراس شواط في قائمة التوانسة في هذه المباراة. محاولة بجانب بن رمضان، معلول الخبرة، معلول العرضية، معلول خطيرة جدا لكنها مرت، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى للمنتخب القطري. خبرة كبيرة جدا لعلي معلول. علي معلول المدافع الأيسر في قائمة منتخب تونس يحاول من خلال لقطة أولى في أحداث هذه كثيرين أن يذهبوا فيها بعيدا جدا، ولكن الكرة أيضا جاءت بعيدة في الأخير. أقرب هذه البطولة بالنسبة لسلطان البريك. طويل الكرة أمامية، محاولة لكنها بعيدة عن الكل. مينديز في تأمين كرة خرجت إلى رمية جانبية. نسور قرطاج خرجت من دور المجموعات قبل أن تصل إلى بطولة كأس العرب في نسختها الماضية. تونس تحاول من دقائق الأولى الحصول على شيء، قطر أيضا تنتظر دورها. زملاء أكرم عفيف، محمد علي بن رمضان، لمسة من فرجاني، ساسي في وسط الميدان، تحرك هجومي لتونس مع هذه اللقطة. حمزة بكرة طويلة داخل منطقة خطيرة، الدفاع تدخل والاندفاع يتواصل. في الأخير تحولت ساسي لبن رمضان، خطير جدا بن رمضان، يحط كرة في اليسار معلول، وكرة خطيرة تسديد اصطدمت في الدفاع. يا إلهي على لقطة، كرة لا تتوقف عند دور المجموعات. مينديز طويلة إلى الأمام جانب لوكاس، إبعاد من الدفاع. طبعا لوبيتيجي تجارب قطر في الهجوم، ربع ساعة لعب في أحداث هذه المباراة. كرة عرضية خطيرة لكنها مرت من الجميع، إبعاد من الدفاع وتصل بعد ذلك بعيدة، وفي الأخير تحولت البلد المستضيف المنتخب العنابي قطر. كرة لليسار خطيرة تونسية، عرضيات معلول خطيرة لكن الدفاع تدخل، وبعد ذلك لا زالت فرجاني ساسي مرة أخرى لمعلول، معلول لساسي، تمريرة الرد هل تكتمل؟ بن رمضان انتظار، محمد علي الخطير جدا، محمد علي لمعلول، وكرة عرضية جميلة. يا إلهي متعة يا تونس، هدف أول لنسور قرطاج. الله، ما أجمل الكرة، ما أجمل اللقطة. الهدف الأول للتوانسة في هذه الأثناء، نسور قرطاج يصلون إلى الهدف الأول. يا عيني يا محمد علي بن رمضان، محمد المتعة، بن رمضان السحر في هذه المباراة بهذه الصورة الرائعة جدا. نجم النادي الأهلي المصري يتألق مع معلول، شوف التحرك، وأجمل من يكتب النهايات. نسور قرطاج يحلقون في ملعب البيت، يحافظون على أمل الترشح، يتمسكون بفرصة الوصول إلى ربع النهائي. سيف الدين الجزيري، وبعد ذلك بن رمضان لتنتصر مؤقتا تونس. ليس بعد، لا زال فيها وقت طويل ولا زالت المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، لكنهم ينطلقون في هذه المباراة بروعة، يسجلون هدف جميل. نسور قرطاج تحلق في ملعب البيت في سماء قطر، تصل إلى هدف أول وانتظار ما يمكن أن يحدث بعد ذلك إذا استمر. خراب المتألق محمد علي بن رمضان، لاعب هذا محمد علي بن رمضان، لاعب بمستويات إمكانيات عالية جدا، تألق كبير مع النادي الأهلي في الفترة الماضية وحتى على مستوى كأس العالم للأندية. لوكاس مينديز تصور بعد 20 دقيقة لعب في هذه المباراة،
لم نشاهد أي كرة بين على مرمى الحارس أيمن دحمان. أكرم عفيف أفضل حل لقطر، أهم حل لقطر لليسار. البريك عرضية صدمت في الدفاع ولا زالت رأسية خطيرة لكن لا متابعة، بدون أي متابعة في اللقطة الأخيرة. وفي الأخير كرة الحدادي طويلة أمامية على الجهة اليمنى، لكن التغطية من جانب الدفاع لا زالت خطيرة. بعد من مندس صراع على الكرة، خطأ يحتسب حكم المباراة لسلطان البريك. بالسلامة إن شاء الله. تدخل في اللقطة الماضية وبأكرم على الجهة اليمنى، محاولة لمصلحة المنتخب القطري خطيرة على حدود منطقة الجزاء، خطيرة جدا. همام بكرة عرضية، أحمد علاء لمن البريك بتسديدة لكنها سهلة الحارس، سهلة كرة سلطان البريك في الأخير إلى أحضان أيمن دحمان. تصور إنه هذه هي الفرصة الأولى في أحداث اللقاء، التسديدة الأولى بين قطر، التوقيع من محمد علي بن رمضان، كرة أمامية، تغطية دفاعية، هو نفسه ينطلق، هو نفسه يحاول في هذه الجهة اليسرى، خطيرة تونسية، تصل كرة لمصلحة فراس، تسديدة لكنها مرت بمحاذاة القائم عن طريق أشواط. اللقطة اللي كانت خطيرة حصلوا على المرتدة، المساحة حصل عليها منتخب تونس، فراس شواط تسديدة لكنها بعيدة. المرتدة التي قادها محمد علي بن رمضان، أبرز لاعب في شوط المباراة الأول. وعفيف بالمرتدة، وعفيف بالتمريرة، قطرية على اليسار، هذه على بلمسة أمامية، تصل إلى أكرم، الكعب لا يكتمل، الدفاع يتدخل. يا الله، اللقطة الأخطر تأهل أم لا؟ يهم الجماهير أيضا يكون شكل أفضل لهذا المنتخب اللي يملك إمكانيات عالية. تمريرة فيها عدم تفاهم بين أكرم والسلطان لتذهب إلى رمية جانبية لمنتخب، نموذجية عن ضربة راسية، ترك الكرة لأكرم، عرضية عفيف في القائم الثاني، خطيرة وراسية لكنها بعيدة هذه المرة. الفكرة كانت رائعة لكن مناعي لم ينجح في إيصال الكرة بشكل سليم بعد عرضية أكرم. بعيد اللقطة الماضية ذلك تبحث تونس على التأمين، معلول للفنان بن رمضان بكرة عرضية خطيرة، الرأسية، وبعد ذلك برشم على مرة أولى، ولا زالت بكرة أخرى خطيرة، ولكن الدفاع تدخل. يا إلهي على لقطة، هل كان في خطأ في اللقطة الماضية؟ هي أين ركنية؟ كنا نتوقع أنه في خطأ لبرشم، لا يوجد شيء، واستمرت هجمة، ضاعت فرصة وكانت تونس قريبة جدا. الهدف الثاني يلوح في الأفق، الفنان بن رمضان، والدفاع مرة أولى. برشم تدخل مع علي، معلول عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل، عودة مرة أخرى، يسارية معلول، خطيرة تونسية لكنها في يد الحارس، وصلت إلى مشعل برشم. سوريا فلسطين حتى الآن في تلك المباراة، كرة طويلة أمامية خطيرة جدا، أكرم يصل، عفيف يحاول لكن التغطية، وبعد ذلك لا زالت قطرية، تمريرة ولكنها أيضا بدون تركيز. يا إلهي، تصل في اليسار، معلول، هل هي فرصة هدف ثاني لتونس في هذه اللقطة العرضية؟ خطير ومرات، يا إلهي على كرة جميلة، الكرة الأخيرة ولكنها بدون نجاح، بدون استغلال. كرة فراس على راس مرات، فرصة متاحة لتونس الآن، عرضية في القائم الأول لكن الرأسية جاءت بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى لمشعل برشم. أسامة الحدادي، كرة تعود مرة أخرى طويلة إلى الأمام، أقصى اليسار، حلوة الكرة، تصل مرة أخرى، همام الأمين، لكن التغطية من جانب الدفاع الأخيرة بالكرة العرضية الخطيرة بالرأس لكنها جاءت بعيدة. وين يا مندس، وين يا لوكاس؟ حط كرة لكنها بعيدة جدا. آسف، كانت من اللاعب رقم 13 في قائمة منتخب قطر في اللقطة الماضية. أيوب محمد ضرب الكرة مغمض العينين، لم يرى المرمى وكانت بعيدة جدا. ضاعت اللقطة، خسارة سوريا من فلسطين في المباراة الأخرى اللي فيها التعادل السلبي 0-0. طارق سلمان، ثم جهة اليمين، طارق سلمان
99 مباراة مع المنتخب القطري، خطيرة جدا على الجهة اليمنى، خطيرة قطرية، لكن الدفاع فرجاني زاسي يتدخل في اللحظة الأخيرة ليبعد الخطر. تحولت الكرة إلى ركنية بعد عرضية أيوب محمد في اللقطة الماضية. قطر تنتشر على مستوى الهجوم، العنابي ينطلق الأمام، كرة من جانب إدميلسون يكسب الخطأ على بن رمضان، خطأ لمصلحة منتخب قطر. إذن شوط ثاني، إكرام عفيف متعهد تنفيذ الكرات الثابتة عرضية، لكن الدفاع مرة أخرى كانت من المهاجم العاد. سيف تصل كرة من جانب همام الأمين إلى أكرم عفيف، تمريرة خطيرة مندس السيدة، ولكنها مرت تذهب إلى ركنية. ضغط قطري في هذه الأثناء، ضغط قطري في هذه المحاولات من بداية شي فترة. كرة عرضية خطيرة بالراس والعارضة تمنع هدف، يا إلهي على الأقدام. فرصة كانت سريعة جدا، خطيرة جدا. الله على كرة قطر في الشوط الثاني تغير الكثير من الأشياء، تدخل بروح قتالية عالية وتدخل المعركة خيرة. مرة أخرى أكرم عفيف يحاول، عفيف بالتسديدة ولكنها في أحضان الحارس. يا الله، لقطة أخرى كانت خطيرة. انتظار من أنصار المنتخب القطري، طويلة الكرة أمامية خطيرة، لكن الحارس ولا زالت طارق سلمان راسية، ودحمان تدخل، كرة لطارق عرضية، نيلسون جونيور عرضية، من يتابع لكنها بعيدة عن المنتخب التونسي. عرضية خطيرة داخل المنطقة لكن الإبعاد من الدفاع. خلص الكرة الهاشمي مرة أخرى يخيم على أجواء بين سوريا وفلسطين. خطيرة الكرة لحسام تقا، بينية من تقا، خطيرة لتونس لكن الدفاع تدخل. الحكم أشار إلى خطأ قريبة جدا من التواسة في اللقطة الأخيرة. خطأ احتسب حكم المباراة، بالسلامة إن شاء الله. تدخل وبالتالي خطأ يحتسب الحكم لمصلحة نجم خط الوسط حسام. تونس خطيرة من جانب معلول، طويلة كرة معلول في القائم الثاني، رأسية وفرصة خطيرة، لكن الحارس يتدخل. أنا ما أقول لكم أنها ستكون خطيرة جدا. معلول كرة رائعة، تحرك من جانب حمزة، رأسية لكن مشعل يتدخل في توقيت حاسم يخلص كرة للكورنر. مرة أخرى تونس في الهجوم، المتألق بن رمضان، فرصة متاحة لمنتخب تونس. بن رمضان في القائم الأول، عرضية خطيرة وراسية، الله، الثاني لتونس بروعة، روعة اللقطة وروعة العرضية وروعة الاستغلال وروعة الجماهير. تونس بالهدف الثاني، يا إلهي شوف الكرة ما أجملها، عرضية بن رمضان يكاد أن يجل بتيجي على دفاع الذي كان يتفرج على لقطة كانت على انظاري أمام أنظار الجميع. ياسين مرياح لتونس مربوحة، شوف الكرة الهائلة الرائعة. لو لم يتأهل إنه فريق يؤدي أداء كبير. بن رمضان لمسة على الجهة اليمنى، خطيرة بن علي لتونس، الفنان بن رمضان يضع جسمه يحافظ على كرته. عودة بعد ذلك بكرة عرضية مرت بين الجميع، لم يسجل سيف الدين ولا فراس في هذه المباراة. لاعب خط الوسط المتألق بن رمضان والمدافع ياسين مرياح. الروح على منتخب قطر في موسم كأس العالم، مطالبين بأداء أفضل. تدخل وخطأ لزيري سيف الدين، انذار في هذه الأثناء. بالفعل تدخل كان واضح، انذار مستحق على الزيري. عودة في الجهة اليمنى في المساحة خطيرة جدا، محاولة لمصلحة المنتخب التونسي في هذه الأثناء. إتقاء بلمسة أمامية، كرة عرضية بن علي لكن أمام التغطية من الدفاع. تحولت بعد ذلك إلى ب10 لاعبين. تونس هي اللي تهاجم في هذه الأثناء، هذه خطيرة لتونس، والثالث بكرة تصل من جانب حسام. بن رمضان داخل منطقة الجزاء، لا زالت إلى معلول عرضية خطيرة داخل منطقة مرت من الجميع. حسام تقى لمسة يد في اللقطة الأخيرة، لمسة يد وتسلل على الهجوم التونسي. حتى ب10 لاعبين تونس كانت خطيرة جدا، قريبة من هدف. سارية
للخبرة للشخصية. معلول لمسة إلى فراس أمام أكثر من لاعب يحافظ على كرته، ضاعت وخرجت. ضربة مرمى للمنتخب القطري، ضاعت من جانب المنتخب القطري. لأكرم عفيف يحاول جهة اليمنى، سلمان تمريرة الرد، أكرم يحاول لكن التغطية أمامه. تحولت الكرة إلى ضربة مرمى. صعب المباراة اليمنى. طارق سلمان للعنابي مرة أخرى، عدى محمد خالد يسارية، لا فضل التمرير القريب، تصل إلى وعد، لم يلعب الكرة العرضية. خالد فتحي محاولة مرور، أكرم تمريرة رد، لا شيء في هذه اللقطة. ماذا عن المرتدة؟ ماذا عن الانطلاقة؟ ماذا عن هذه اللمسة؟ تغطية، تدخل وخطأ احتسب. هدية في المباراة الأخرى لتعبر تونس الأجواء. طويل الكرة إلى الأمام باتجاه فراس، تسلل على فراس، تسلل على فراس مرة أخرى لمصلحة المنتخب القطري إلى إدمرسون. جونيور ومعلول، جونيور يساري، عرضية خطيرة لكن الدفاع يتدخل. قطر تهاجم للمنتخب القطري في هذه الأثناء. كرة عرضية رأسية لكنها مرت بعيدة، وفي الأخير تحولت كرة لوكاس مينديز إلى ضربة مرمى. سوريا في الترتيب الثاني بهذه الوضعية. ربع نهائي سيكون مثير جدا. فلسطين في الغالب ضد المغرب بدرجة أقل عمان. سوريا ضد المنتخب السعودي. تصل كرة على اليسار، محاولة لمصلحة المنتخب القطري لكنها بدون تركيز. إبعاد الكرة طويلة من جانب بن علي، طويلة أمامية خطيرة ولكن برشام يرتكب خطأ. فرصة هدف ثالث لتونس. فراس في أحضان الحارس، في أحضان الحارس كرة فراس. ماذا أضعت يا فراس؟ المناعي، المناعي أمام فرجاني الساسي. لمسة إلى طارق سلمان، تمريرة جهة اليمين. جونيور يعدي، جونيور يعدي، جونيور نزل مع معلول. كرة عرضية في القائم الثاني، بعد من الدفاع، تحولت إلى ركنية. خلص الكرة محمد بن علي، ركنية سابعة لأكرم عفيف. مينديز والبقية في منطقة الجزاء. أكرم بهذه الكرة العرضية الخطيرة وفرصة لكنها مرت بين الجميع، وبعد ذلك انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى للمنتخب.